ندعو الجميع لحتى يوقف دقيقة صمت. شهيد نابل. استيقظت اليوم على إنجاز وطني عظيم. لم تنقطع الكهرباء لأنها أصلا لم تأتي. فتحت الحنفية فخرج منها هواء نقي، فحمدت الله أن الهواء ما زال مجانيا حتى إشعار آخر. ذهبت إلى السوق فوجدت الأسعار تمارس رياضة القفز العالي بين مراتب ما زال يتأمل الحياة من تحت. اتصلت بصديق أسأله كيف الأحوال، فقال الحمد لله، ما زلنا نعيش على أمل أن تتحول الوعود إلى خدمات. مررت بجانب مسؤول يتحدث عن التنمية فشعرت أنني أعيش في بلد آخر، أو ربما هو الذي يعيش في بلد آخر. عدت إلى البيت وجلست أمام المروحة الصامتة أتأملها كما يتأمل عاشق صورة حبيبته البعيدة، لا هي تدور ولا أنا أستطيع الرحيل. وفي المساء فتحت الأخبار بحثا عن بارقة أمل. طبعا عنوان المحاضرة هي من دفتر الوطن، يوميات مواطن سوري. هي عبارة عن خواطر نثرية عن الواقع اللي نعيشه احنا، يعني بشكل عام، يعني حياتنا اليومية اللي نشوفها، هي كان ماء ولا كهرباء ولا خبز ولا محروقات، ولا المعاناة اليومية اللي يعيشها المواطن السوري بشكل عام، مو مناطقنا ولكن بشكل عام. أنا هي حالة سورية اللي أنا دونتها. هرركي مفتوحة وعندها برنامج يومي، وأنا من الناس اللي يحضرون ويشاركون فيها. نتمنى أن يكون في حضور هناك مقبول يعني، أو جيد أقل إن شاء الله. المية ضعيفة، المية ما عم طالع لفوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يلا كل شيء أنا وراك. خلي زورو يروح على الكومين، إجا خبز الكومين، نروح ضو بلا عشاء. هاي حياتنا اليومية.